السلام عليكم، تحية للجميع. في بادرة إنسانية، في بادرة الحمد لله اللي زوينة. صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله مشى شاف العائلات وواسى الناس المكلومين. الحمد لله. كيف الشعب كيف الملك حنا يد وحدة، وهذا الفيديو كيوضح كل شيء. الضحايا والعائلات المكلومة. كما تجسد زيارة صاحب الجلالة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس العناية الملكية السامية للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. هادشي كيزيد واحد الثقة في النفس، في عائلة الضحايا، وثقة في النفس الناس اللي في الميدان، الدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني. كل شيء أي واحد غتزادو الثقة في النفس إن شاء الله. والله يرحم موتانا، الله يرحم موتانا، الله يرحم اللي ماتوا، الله يشافي المصابين. الناس اللي مشاو وداو الدعم، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله غيتكتب لكم في ميزانكم الحسنات. نشرت القوات المسلحة الملكية بشكل مستعجل وسائل بشرية ولوجستية مهمة جوية وبرية، وكذا وحدات تدخل جراحي متخصصة. الناس اللي ما وصلاش دابا، حيت كاينين شي طرقان ما قدروش منين يدوزوا ليهم، الا بغاو يدوزوا ليهم الطوموبيلات والاسعافات ما قدروش يدوزوا ليهم. داكشي علاش تعطلوا وصلوا ليهم. راه فيديوهات كيوضحوا كل شيء. دابا بامر من صاحب الجلاله كاينين الطيارات كيديو العسكر تما، وكيهبطوا العسكر في هذوك المناطق الوعره اللي ما كيوصلش ليهم، اللي ما يمكنش توصل ليهم بالطوموبيل ولا بالاسعاف سميتو. الحمد لله دابا كاين الحل، واللهم لك الحمد. مكونة من فرق البحث والإنقاذ ومستشفى طبي جراحي ميداني. وفي هذا الإطار أعطى جلالة الملك الحمد لله كيواسي، اللهم لك الحمد. رسالة للمسؤولين، شوفوا مزيان وتعلموا من صاحب الجلالة، تعلموا من الملك محمد السادس حفظه الله تعليماته السامية بهدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعيد الميداني، وكذا من أجل الإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة. غنزيدوا بالبلاد القدام، ولا عزاء للحاقدين. كنتمناو المصابين يتشافوا في اسرع وقت ان شاء الله. وعزاؤنا وعزاؤكم واحد، وتحت شعار الله الوطن الملك. تحية الجميع، الله يحفظ بلادنا والله يحسن خاتمتنا يا ربي. السلام عليكم.